أجمل غدا النهاردة، وكمان أول مرة نعمل سمك في السنة الجديدة، السنة دي 2025 أو سنة 2025. كل عام وانتم بخير ويا رب يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم. النهاردة هنتكلم على ايه الحاجات الجميلة اللي كانت السنة اللي فاتت، وإن شاء الله عندي أمل إن يبقى السنة الجاية بيكم ومعاكم تبقى أحلى وأحسن بكتير. هقول لكم إيجابيات كتير في السنة اللي فاتت، وهقول لكم برضو هنعمل ايه بإذن الله لو كان لينا عمر، وناويين على ايه في القناة بتاعتنا مع متابعينا واخواتنا وحبايبنا اللي في القناة. السلام عليكم، اهلا بكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع اسماء محمد. دي قناتي وانا اسماء، اللي اول مرة يدخل يشوف قناتي، دي قناتي هتعجبكم جدا. ان شاء الله تفضلوا دايما معانا وتكبروا قناتكم وتبقى افضل قناة بيكوا ومعاكم. ان شاء الله النهاردة غدانا زي ما انتوا شايفين. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب ارحب باخواتي وحبايبي اللي في القناة، الناس اللي معانا في القناة، الناس اللي دايما بتقف جنبنا وتحفزنا وتحببنا في الشغل في القناة، وبتقف جنبنا دايما في اي حاجة. والناس اللي داخلين جديدة في القناة برضو بتكبروا عيلتنا وبتكبروا اخواتنا وتكتروهم. ربنا يزيدكم دايما وتكبروا قناتكم، اللي هي القناة دي طبعا هتكبر بيكم وتبقى احسن قناة وافضل قناة بإذن الله بيكم وبحسكم معانا. بس زي ما قلت لكم قبل ما نبدأ، احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي في القناة، الناس اللي معانا والناس الجديدة. يا ريت الناس اللي معانا تعمل لايك للفيديو، ويا ريت تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس اللي لسه جديدة بقى نورتوني يا حبايبي، يا ريت تفرحوني بقى بوجودكم معانا، واثبتوا وجودكم بالاشتراك في القناة، وكمان بعمل اللايك والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أي حاجة. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة، ونتكلم كده بقى باستفاضة مع بعض. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا كنت جايبة سمك نضفته وغسلته كويس، وبعد كده فتحته من الجوانب زي ما انتوا شايفين، وعملت له الدقة اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو، اللي هي عبارة عن ايه، عن ملح وشوية كزبرة وشطة وبابريكا وبس كده. طبعا كل الحاجات دي حطيت كمان قرن فلفل لان ما كانش عندي شطة حمراء قرون، فحطيت طبعا قرن فلفل كده مش كبير علشان الدقة تبقى طعمها كويس، وحطينا الشطة ناشفة زي ما انتوا شفتوها. فالمكونات دي كلها في الهون، وباخدها كده ان انا ايه ادقها، وبعد كده اجيبها ابدا ان انا احدق السمك بيها وبركنه كده يعني حوالي ساعة او اكتر على حسب. وبعد كده طبعا بدأنا ان احنا جبنا شوية زيت، وهنعمل بقى رز النهاردة، رز ابيض. حابين كده الاكلة تبقى على قد ما هي جميلة على قد ما هي تبقى خفيفة. ايه المهم ان كلكم شاطرين بقى يا حبايبي وعارفين الاكلات، يعني في ناس كتير شاطرة في الاكل والطبخ وكده، يعني مش انا هعلمكم ولا حاجة، اكيد كلكم ناس كويسة وناس ما شاء الله كلها شاطرة. بس بقى انا حابة اتكلم كده معاكم في الفيديو بتاع النهاردة، علشان بدأنا سنة جديدة، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب، وفك الكرب للكل. يا رب فك كربنا كلنا، واشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونجح أولادنا وأولادكم، ويا رب كده ارزقكم وارزقنا بالخير والصحة والسعادة والمال والبنون وكل حاجة. ربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب. ربنا يجعلها كده سنة كلها خير علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. بجد والله يا حبايبي، يعني أنا النهاردة فكرت، أنا حبيت كده إن أنا أتكلم معاكم يعني شوية في الفيديو. أنا كنت عاوزة أعمل فيديو تاني، يعني مش لازم إن احنا نطبخ وكده، بس قلت خلاص مفيش مشكلة نحاول برضو نعمل لكم فيديو كمان. بس قلت برضو أتكلم معاكم علشان أعرفكم يعني إيه الحاجات على قد السنة اللي فاتت اللي هي 2024، ما كانت فيها حاجات كتير بصراحة، يعني الحمد لله على كل حال. فيها إيجابيات وفيها سلبيات، بس من ضمن الإيجابيات بقى أنا يعني ما حبيتش أركز شوية على السلبيات،
أو على أي حاجة تضايقني. حبيت أقفل السنة اللي فاتت اللي هي 2024 يعني كده خلاص، مش عايزة أتكلم عن أي حاجة فاتت فيها بصراحة، سواء عن الحياة الخاصة أو عن برضه يعني بالنسبة للقناة اللي أنا فيها معاكم. أنا بقى يعني حبيت أتكلم معاكم وزي ما قُلت لكم أقفل صفحة اللي هي 2024 أو 2024. حبيت أقفل الصفحة دي وأبدأها معاكم من جديد، بس بصراحة فيها إيجابية واحدة أكتر حاجة بتفرحني وبتنسيني أي سلبيات. الإيجابية دي يا حبايبي هي القناة والناس اللي معانا في القناة. ما اكدبش عليكم، يعني في حاجات كتير في الحياة، وأكيد كلنا عندنا حاجات كتير وضغوطات ومشاكل وتعب وكل حاجة، احنا عارفين، كل الناس عارفة الكلام. أنا بصراحة باحب يعني الوقت اللي أنا بابقى فيه أي حاجة تضايقني أو أي مشاكل أو أي تعب أو أي حاجة بصراحة، الحاجة الوحيدة اللي بتخلّيني أنسى كل ده وجودي معاكم ووجودكم معايا بجد والله مش كلام، بأمانة والله يعني الحاجة الوحيدة اللي باحس إن هي فعلًا ترفيه بالنسبة لي هي القناة ووجودكم معايا في القناة، بجد والله أكتر حاجة بتخلّيني فعلًا أنسى أي حاجة، مع إن القناة عندي يعني نايمة خالص في المشاهدات وفي اللايكات حتى في الكومنتات يا حبايبي، بس والله برضه المصدر الوحيد اللي بيخلّيني أنسى كل مشاكلي وتعبي وضغوطاتي هي القناة. فمن إيجابيات يا حبايبي السنة اللي فاتت وجودكم معايا والناس الجديدة اللي دخلت في القناة بتاعتنا واشتركت فيها، هي دي أحسن إيجابية حصلت ليّا في حياتي بجد، يعني حاجة كده بصراحة مفرحاني. يعني أنا دلوقتي بالنسبة لمعاملاتي مع الناس ويعني أعرف ناس كتير قرايب ومعارف وكل حاجة، يعني بصراحة معارف كتير وصحاب وكل حاجة، بس بجد أنتم بتفرقوا معايا والله ما هو كلام. والله يا حبايبي بتفرقوا معايا جدًا، جدًا. علشان كده أنا حابة أشكركم كلكم، علشان بمناسبة إن أنتم يعني أكتر حد أو مصدر سعادتي هو أنتم يا حبايبي. علشان كده أنا حبيت إن أنا يعني برضه أقول لكم على الإيجابية الجميلة اللي حصلت في حياتي، هي دي، وجود الناس الجميلة اللي بتدخل القناة وتشترك وكمان بتكتب لنا ولو كومنت صغير، بجد والله دي أحلى حاجة بتحصل معايا. علشان كده باقول يا ريت دايمًا كل الناس اللي بتدخل يعني تتفرج على أي فيديو لينا، يعني اشتركوا في القناة. على فكرة أنا يعني بالنسبة للمشتركين اللي في القناة أنا خلاص كمّلتهم مش محتاجة مشتركين، بس بجد والله كل ما بيدخل لي ناس أكتر كل ما أنا باتبسط أكتر، لإن فعلًا باحس كده إن فعلًا معانا فعلًا عيلة جديدة تستحق التحية وتستحق يعني كل شكر وتقدير، بجد والله أنا بافرح بيكم أصلًا وباتبسط بيكم جدًا. وأوقات كتير بابقى حابة إن أنا أتكلم معاكم، بس والله أنا لسه باتراجع في الموضوع ده شوية. فلو أنتم حابين يعني قولوا لي برضه رأيكم، نتكلم باستفاضة عن حاجات كتير في الحياة والّا خلّينا في نفس المحتوى اللي إحنا شغالين بيه وخلاص. ورأيكم يهمني، وأهم حاجة بجد والله وجودكم ورأيكم أكتر حاجة بتسعدني. فكده يا حبايبي من ضمن الإيجابيات اللي في السنة اللي فاتت كانت هي وجودكم ودخولكم قناتي. علشان كده أنا فرحانة جدًا ومبسوطة جدًا بكل الناس اللي دخلت واشتركت في القناة، زي ما قُلت لكم أنا مش محتاجة مشتركين، أنا عندي المشتركين تمُّوا الحمد لله. بس بالنسبة بقى يعني أنا هو بقى يعني حاجة جوايا كده حابة إن أنا يعني أكبّر العيلة بتاعتي شوية. طبعًا إحنا عارفين ناس كتير وبنتعامل مع ناس كتير، بس طبعًا من ضمن الناس اللي إحنا نعرفها مع إن في ناس قريبة جدًا، بصراحة الواحد مش بيحب يتكلم في حاجات كتير، فالحاجات دي بابقى حابة إن أنا أتكلم معاكم أنتم فيها. فطبعًا زي ما قُلت لكم أنا باشكركم على وجودكم معايا يا حبايبي. أنا مش محتاجة للمرة الأخيرة مش هاقولها تاني، أنا مش محتاجة مشتركين، يعني وجودكم بس هو والله هو اللي بيبسطني. فكده يا حبايبي هي دي الإيجابية الوحيدة اللي بسطتني جدًا في 2024، وبرضه سَنة عدّت الحمد لله على خير، وإحنا لسه يعني على قيد الحياة نحمد ربنا الحمد لله.
إن إحنا في وسط ولادنا وأهلنا وحبايبنا اللي بنحبهم، وربنا يا رب كده يجعل السنة اللي جاية تكون أسعد سنة، واللي جاي بعدها يا رب يجعلها سنين كتير لكل إخواتنا وحبايبنا، سنين كتير بصحة وسعادة وهنا وراحة بال يا رب، ورزق وكل حاجة وكل خير ربنا يعني يبعته للجميع وليكم ولينا وللكل يا رب. فكده يا حبايبي طبعًا الفيديو بتاعنا كان أنا يعني ما حبيتش أعمل فيديو عن الأكلة بتاعتنا، بس بصراحة أنا حبيت أقول لكم على أحسن إيجابية حصلت لي في حياتي من ساعة ما عملت القناة. فكده يا حبايب قلبي كان ده الفيديو بتاعنا، واتفضلوا بقى معانا الغدا. فكده خلاص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وأهم من كل ده تصلوا على الرسول في التعليقات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.